احمد. كنت فين؟ هو اللي كنت فين؟ كنت مع صحابي. استنى هنا وكلمني. عايز ايه؟ ايه اللي في وشك ده؟ اتخانقت؟ لا. مالك يا احمد؟ فيك ايه؟ من امتى وانت بتخبي عني اللي يخصك؟ هو احنا مش طول عمرنا اصحاب؟ ده انا بابا يا احمد. انا ابويا بالنسبه لي كان اعظم راجل في الدنيا، ما بيغلطش. انت السبب في اي حاجه انا وصلت لها، عشان انت بالنسبه لي كنت كل حاجه. لحد ما لحد ما ايه؟ اتكلم. لحد ما شفتك يوم عيد ميلادي في حضن بوسينة، مرات صاحبك اللي كنت عامل فيها بتصلح ما بينهم، وهي كانت عامله فيها صاحبة ماما. انت عارف، انت مش فارق معايا في حاجه، كل اللي فارق معايا ماما، صعبانه عليا. بس يا احمد، اللي انت بتقوله ده يخرب البيوت. واللي انت عملته ده ما يخربش البيوت. انت لسه صغير ومش فاهم. الخيانه يفهمها الكبير والصغير. انا عارف ان انا غلطت غلطه كبيره قوي، بس لازم تسمعني. افهم اللي حصل وبعدين احكم عليا باللي انت شايفه. الموضوع خلص خلاص، انا نهيته للابد، وهنرجع زي الاول واحسن، ومفيش حاجه هتاثر على حياتنا تاني بعد كده. كل انسان ممكن يضعف، ممكن يغلط، مفيش حد معصوم، بس الاهم من كل ده ان الواحد يعترف بغلطه ويحاول يصلحه. مش عيب ان ابقى قاعد قدامك دلوقتي واعترف اني كنت غلطان، واقول لك انا اسف. سامحني يا احمد، سامحني يا ابني.